وضع المكياج. اليوم حنتكلم عن مكياج يعني هو بين مكياج الصباحي وبين مكياج السهرة، هو المكياج المسائي. مكياج المسائي حنتعرف عليه الآن في تفاصيل كثيرة مع أخصائية الميك اب فاطمة المري. هلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك إيمان. أرحب أيضا بضيفتي الأخرى. أهلا وسهلا فيك. خلونا نتعرف أكثر على هذا المكياج، وأعرف المشاهدات أكثر على هذا المكياج اللي هو مكياج المسائي. إيش بيفرق عنه؟ يعني يمكن احنا قلنا بين مكياج السهرة وبين مكياج الصباحي، اذا بين البنين. خلينا نتكلم عنه شوي. المكياج المسائي بتكون يعني الوان ترابيه، تكون خفيفه، مش يعني تكون يعني زي المكياج السهره. تكون مكياج السهره تكون اوفر، الوانها قويه جريئه. ومكياج النهار زي ما انت عارفه بتكون خفيف وناعم، ولانه ضوء الشمس هو اللي كافي انه ينور ملامح الوجه البشره. يعني اذا اكثر ما يميزه انه الوان ترابيه، هذا اللي بيميز المكياج المسائي. أيوة. المكياج المسائي يعني نقصد فيه اللي هو من الساعه كم للساعه كم المراه تكون من الساعه 5 لغايه الساعه 8 9، بعد كذا 9 ل 10 هذا تكون كلها طبعا تكون سهره. هذا مكياج السهره. أيوة. طب خلينا نبدا فيه ونشوف ايش الاساسيات لوضع عمليه هذا الميك اب. ايش اللي حتبداي فيه بالضبط؟ ايش بدينا طبعا من اول عملت لها انا الفونديشن كامل، بعد كذا ايوه واختصار مثلا بعدين البودر عليه، وعملت لها ماسك على حواجبها عشان ارسم نفس الحاجب. بعد كذا سويت لها رسمه نفس الكحله بالاسود بالقلم نفسه. حنعيد عليها ان شاء الله بالمائي او بنفس الايلاينر. ونبدا الان غمض الكفرة. نبدا حنحط الالوان الترابيه على نفس الالوان. جميل. ايوه. اذا بعد الفونديشن، بعد تحديد اللي هي الحواجب، ايوه ممكن. ايضا ايوه تبداي ب وضع الالوان الترابيه هذه. ايوه زي ما انت شايفه ايمان، تكون الوانها خفيفه جدا، بتكون فيها الوان صارخه وجريئه كثير. بعكس مكياج السهرة اللي بتكون الوانه تكونها ايوه تكون جريئه قويه، الوانها مدموجه مع بعض، وتكون كحلتها سميكه بارزه. انا قاعده الاحظ الحين انه في بالنسبه للجلاتر او اللمعه ما بيأثر يكون في لمعه. لا لانه الالوان الترابيه ايوه، لانه هذه المساء اساسا بتكون اذا كان مطفي حيكون النهاري. نعم. تكون هذه المسألة قريب، لأنه هو مثل ما أنت قلتي بين النهار. أيوه بين النهار وبين نعم. لا هو ماخذ الأوفر ولا هو ماخذ الناعم. نعم. الحين أحط الغامق من الزاوية العين. طبعا هي بتختلف حسب العيون طبعا. يمكن فاطمه في العيون بتجي غايره، العيون الناعمه، العيون المبطنه تختلف يعني، او العيون الناعسه مثلا. نعم تكون مبطنه. انا هي ايش عيونها بالضبط؟ بتكون ما شاء الله هي وسيعه، لا ما هي يعني تكون غايره ولا هي بطنه. البطنه بتكون في الجفن نفسه يكون هو مبطن من نفسه. هذه بتساعدك على عمليه الرسم أكثر. نعم ايوه تكون اذا كانت العين حلوه سبحان الله بتسهل عليك المكياج. نعم جميل. عملت لها الحين غامق. اعطيها تاتش بسيط من اللون البني. ايوه راح اعمل لك بالايلاينر. عينك شو؟ نعم. هذه اذا الايلاينر بالمائي. نعم. بس راح اكحل من تحت ايمان. نعم. هذا الايلاينر من تحت. ايوه. نعم. حط اللي تحت عشان الايلاينر اللي هو المائي مثل ما قلتي. ايوه. الايلاينر انت حترسميه من تحت ولا من تحت؟ بس من تحت بس من تحت. بس لا. متى حنحط على العين الايلاينر من تحت ومتى حنحط مثلا فوق وتحت؟ متى بتنصحي المرأة يعني اللي حابة تعمل ميك اب بنفسها في البيت مثلا؟ ممكن اذا المساء هو نفسه. مثلا اذا عملت انا من تحت ما اعمل من فوق، اذا عملت من فوق ما اعمل من تحت، لان اذا عملت من جهتين حيكون لك اوفر، حيكون سهرة، حيعطيك يعني. وانا ابغى يكون يعني ناعم فترة اللي هي تكون من الساعة 5 لغاية الساعة 8، فتكون مناسبة بسيطة مع بعض يعني. ما راح تكون يعني مثلا راح افخمها، ما ابغى افخم. ما حتختلف بالنسبة للعين، بالنسبة للوجه، بالنسبة لهذه الأمور؟ اللي تختلف من زاوية العين الداخلية. إذا كانت العين مثلا صغيرة من قدام ممكن نعطيها باللون، نكسر لها باللون الفاتح من قدام بحيث انها تكبر العين. تكبر العين ونكمل باللون الغامق. نعم تكون نكملها باللون الغامق. طيب
الان بعد وضع الايلاينر شو ايوه راح اعطولك. بعدين انا ابغى اشرح شويه على زاويه العين الداخليه، فاذا كانت غايره راح اعطيها الوان فاتحه. حتعطيها الوان فاتحه. ايوه نبغى نقول انه يمكن كل ما اعطينا العين لون فاتح كل ما كبرت لنا الشيء اللي نبغاه. ايوه كل ما غمقنا حتى كل ما يكون لا دائما يكون العين الزاويه الداخليه اذا كانت فاتحه لا غايره غير اعطيها يفتح. فاتح. ايوه تكون فتح. واذا كانت لا متسطحه ممكن اعطيها شويه غامق عشان تبرز عظمه الانف. نعم. وتبرز لك اياها. احنا نقول لمشاهدينا انه طبعا بامكانكم التواصل معنا، يعني السيدات اللي حابين خاطر على بالك اي سؤال انك تتواصلي معنا على رقم هاتف البرنامج 4428 900 حتى بتجيبك اخصائيه الميك اب الاستاذه فاطمه. بنتابع الحين. راح نعمل لها البلاشر. البلاشر كمان له حكايه. البلاشر بتكون اذا حبيت اني ابرز اذا كان جاك وجهها طويل او بيضاوي. نعم. فما ابداه من اعلى لاسفل. نعم. فيكون من نهايه الاذن نعم. لغايه الخدود. يعطيك ايش؟ يكون الخد ممتلئ، الوجه ممتلئ. نعم. والعكس صحيح. الوجه بيضاوي. اذا كان وجه بالطول. جاي بالطول. اذا كان بالطول حترسميها بهالطريقه هذه. ايوه اذا كان بالطول بيكون من الانف من نعم. الداخل لغايه الاذن. اذا كان اذا كان ممتلئ من الاعلى للاسفل. من الاعلى من الاسفل. اي من الاعلى حيكون كيف من الاعلى بهالطريقه هذه. نعم. حيكون ايوه اذا الوجه ممتلئ حيروح لنا الامتلاء هذا. نعم. شوي جميل. بعد كذا في شيء اسمه اضاءه البلاشر. ممكن نستغني عنه على حسب ذوق نفس الإضاءة هذه يعني شيء ترجع لنفس الست. نعم حابة أيوة. هي تضيف بس عشان بس يبرز ايش؟ نفس لون بلاشر. يبرز اللون. لون يعني هو يكون على خبز كذا فاتح. فهو حيبرز. حنحط شوية على الأنف شوف كذا. شيء بسيط حتى. نعم يكون حلو. ناعم ونفس الوقت يعني معطي شويه فخامه يعني لفتره المساء. جميل. خلينا ناخذ اتصال هاتفي معنا ام محمد. الو السلام عليكم. الو ام محمد ما اسمعك زين يا ام محمد. الو ام محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا حياك الله. اخباركم؟ خير الله يسلمك. تفضلي يا ام محمد. لو سمحت بالنسبه للميك اب اللي سويته الحين معاه امامنا. نعم. نفس اي وقت يعني في المساء في الصباح؟ ما احنا قاعدين نقول انه هو من الساعه 5 قالت الى الساعه 8. من الساعه 5 الى الساعه 8. بس هو بسيط يعني. هو بسيط يعني اكيد حيكون بسيط اكيد لانه لو فتره مساء يعني حيختلف عن السهره. السهره بيكون اوفر، بتكون الكحله مميزه بارزه، فلازم اكون اعطي بسيط اميزه بين النهار وبين السهره. بالنسبه لاوقات العمل، اوقات العمل النهاريه ولا المسائيه؟ اوقات العمل يعني حابه طريقه مكياج للدوام مثلا للوظيفه ولا ايش اوقات العمل تقصدي فيها ام محمد؟ ايش اللي بتقصديه؟ هي اوقات العمل في الصباح يعني كيف يكون درجه اوقات العمل الصباحي وقت الوظيفه الدوام. اوكي طيب شكرا على اتصالك ام محمد. الحين حتفيدك ان شاء الله. يعني اذا المكياج الصباحي تقصده وقت وان شاء الله راح ناخذ ان شاء الله في حلقات ثانيه جديده باذن الله اللي هي المكياج الموظفات ومكياج يكون اوقات العمل اللي بحيث انك برز ملامحك وبنفس الوقت انت كانك عامله ميك اب. اعطاك الجمال بدون بيكون تكلفه. بدون انك انا احط الفونديشن ثقيل احط الكونسيلر من كذا لا. وكمان انا انصح ان شاء الله باذن الله في كل حلقه ثانيه راح نحكي عن هذه النقطه وراح نشرحها ان شاء الله. يعني لازم تتابعينا باذن الله في الحلقات القادمه. ولكن اهم شيء مثل ما قالت لك انه يكون خفيف مبتعد عن التكلف يعني حتى يظهر جمال ايوه يبرز جمال المراه بحيث انه ابدا ما كان حاطه يكون على الطبيعه اكثر يعني ويكون تكون الوانه خفيفه. طيب هنا انت بالنسبه ايضا للاضاءه اللي تحت الحاجب يعني احكي لنا عنها شوي يعني. اضاءه الحاجب زي ما عملت انا ما راح حطيت لها في بعضهم يحطوا الفضي الذهبي. صحيح. فانا هذه يكون للسهره اكثر. فانا هنا عامله وردي على ذهبي. جميل. طيب اذا نصيحه اخيره حابه توجهها للمراه بخصوص وضع المكياج لهذه الفتره اللي هي الفتره من 5 الى الساعه 8.
كلمة أخيرة حابة تقوليها يعني؟ انا حابه تكون وحده يعني تكون لها عندها خلفيه اكثر انها تعمل نفسها اكثر، تاخذ نفسها دوره وتتعلم اكثر. جمال المراه حلو لما تكون هي تعرف ايش تبرز جمالها اكثر هي نفسها شخصيا يعني. جميل ورائع. احنا بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا فاطمه المري، شكراً اخصائيه الميك اب، وان شاء الله بحلقات قادمه مشاهدينا حنفيدكم اكثر عن مكياج الصباحي وغيره من المكياجات الاخرى، لانه عمليه الميك اب عمليه طويله والمراه دائما بتحب التجدد والتنويع فيها. شكرا لك، نشكركم على وجودك معنا. مشاهدينا